النهارده احنا عند ملوك المشويات في الاستاد، جايين نجرب كده كذا سندوتش. اول حاجه معانا السجق، وتاني حاجه ان هو بيحطه في طبقتين عيش، فده يعني السندوتش يشبع شويه. بسم الله. السجق عادي بالنسبه لي، كنت مستني ان انا من ملوك المشويات الاقي طعم احسن، فيعني السجق عادي مفيش اي افتكاسه فيه. ندخل على الكفته. الكفته مثلا تبقى من احسن الحاجه. بسم الله. صابع الكفته هنا كبير قوي، واسعاره اللي عاجبني فيه ان اسعاره رخيصه. بسم الله. لان السجق فني، فانا كنت متوقع ان الكفته او كل اللي جاي هيبقى وحش، بس بصراحه الكفته عجبتني قوي. تتبيله الشوي بتاعها بس اللي قليل قوي، محتاج الشوي، ريحه الشوي يبان فيها، تاخد 8 من 10. ندخل بقى على الايه، الكبده. الكبده دي المفروض كبده شرايح على الفحم، فيعني مش عارف شكلها عامل شبه الستيك ليه كده. بسم الله. لو بتحب الكبده اللي بالرده السندوتش ده هيجي معاك قوي. لو بتحب الكبده الاسكندراني فالسندوتش ده مش هيجي معاك خالص، يعني برده هيجي معاك، مش برده مش هيجي معاك خالص. نبدا بقى بالطرب، وده اكتر سندوتش انا مشتاق ليه، واكتر حاجه ان هو معهوش اي حاجه. بحب الطرب كده ايه، سلطه طحينه. جميع السلطات اللي انت شفتها في بدايه الفيديو كل دي ولا نزلت مع السندوتشات ولا احنا اشترينا، هم عرفونا فنزلوا لنا السلطات دي يعني. فنقول بسم الله. هنا بقى كل ما بنعلى بالسعر كل ما الجوده بتعلى وكل ما الطعم يبقى احلى. يعني طرب ممتاز 9 من 10، احسن سندوتش لحد دلوقتي انا اكلته. الشيش بقى ب 45 جنيه، اقل مطعم في الاستاد بيبيعه ب 65 جنيه، فانا مش فاهم ازاي هم هنا بيبيعوا ب 45. هيطلع تعبان ولا هيطلع كاوتش؟ نقول بسم الله كده. محتاج بس التتبيله بتاعته تزيد، انما كتسويه وريحه شوي باينين قوي. الصدر دايب ده وباين جامد قوي، محتاج بس التتبيله بتاعته تزيد، هيبقى في حته ثانيه، خصوصا اللي هو سعره يعني حاجه جامده قوي. دوق بقى الحواوشي. وانا اكتر حاجه بحبها في الحواوشي ان العيش بتاعه ما يبقاش ناشف. بسم الله. هنا بقى الحواوشي ممتاز، بس محتاج كذا تعديل. مكان هنا جامد قوي، بس واسعاره اقل. السعر هنا اديت الاسعار من 35، واعلى حاجه انا جبتها كان الطرب ب 55 والشيش ب 45 جنيه. المكان ده محتاج بس يزود شويه تتبيلات ويبقى عنده شويه ملاحظات ويجرب الاكل كذا مره، هيبقى باسعاره دي في حته ثانيه. الحواوشي تاخد 8 من 10. الفحم باين، جوده اللحمه باينه، مش محطوط توابل كتير. السوا بتاعه كان قليل شويه، بس المكان ده انا من وجهه نظري عدل على نفسه شويه كمان، هيبقى يعني حاجه من الحاجات الجامده في الاستاد، خصوصا ان اسعاره في متناول الجميع، من اول 35 وعلى حاجه انا جبتها في الفيديو ده كله 55 جنيه. طبعا كان معكم عبد الرحمن الجبري، ده مش فوق بلوجر. مع السلامه.